السلام عليكم. البروبلم بتاعت النهارده اسمها search in rotated sorted array. البروبلم دي هو بيدينا array sorted عادية بس ممكن تكون rotated برقم معين. بيقول لنا هنا there is an integer array nums sorted in ascending order with distinct values. يعني nums دي العناصر فيها مترتبة من الصغير للكبير وكل الفاليوز اللي فيها distinct مختلفين عن بعض، مفيش تكرار يعني. Prior to being passed to your function nums is possibly left rotated at an unknown index of k مثلا، بحيث ان بدل ما الاري لو هي في الاصل من 0 لغايه 7 ممكن تبقى left rotated ب3، فيبقى بدل ما هي 0 1 2 4 5 6 7 مفيش 3 في النص عادي. ما بيقولش هنا ان يعني لازم كل الارقام في رينج معين، هي بس مترتبين من الصغير للكبير. فممكن يعمل روتيشن باي 3 اندسيز، فيبقى البدايه عندنا من ايه؟ باي 3 روتيتد باي 3، يعني الثلاثه دول هنجيبهم منها ويبقى بدايتنا من الاربعه، فيبقى عندي 4 5 6 7 وبعدها الثلاثه اللي حصل لهم روتيشن. فهي دي الفكره. عايز بقى في اري زي دي نعمل الجوريثم نسيرش بيها على التارجت اللي هيديهولنا. طيب وبرده بيقول you must write an algorithm with O of log n runtime complexity. اي searching في الدنيا هو بيبقى حاجه من اتنين، يا linear search يا binary search. اللينير بيبقى O of n، الباينري بيبقى O of log n، فاحنا لازم نستخدم هنا binary search. طب هنستخدمه ازاي وهي مش مترتبه؟ هنستخدمه بس بطريقه مختلفه شويه بحيث نظبطه على حته الروتيشن دي. ازاي؟ ممكن نبص برضه على الاكزامبلز الاول. لو مديني هنا input nums اهي والتارجت كذا فنرجع له الاندكس بتاعه، لو التارجت مش موجود بنرجع له -1. تمام، ودي كونسترينت. هنمشي الالجوريثم ازاي؟ هنكتب باينري سيرش عاديه جدا. هنعمل left ب0 والرايت nums دوت length -1. الليفت بيكون اول اندكس خالص والرايت اخر اندكس خالص، ونعمل وايل الليفت اقل من او يساوي الرايت. وفي الاول هنا جوه الوايل هنعرف الميد. الميد هيكون عباره عن، دايما الميد بيتحسب بحاجه من اتنين، يا الالجوريثم دي بس دي ما بتكونش محببه قوي لان لو عندنا ليميت في التخزين شويه في المتغيرات دي فممكن الناتج بتاعهم يكون حاجه تعمل لي اوفر فلو، مثلا دي في المليارات مثلا ودي في المليارات، فلو جينا نجمعهم هيحصل اوفر فلو في الحته دي قبل ما يقسم على الاثنين، فبالتالي هتدينا نتائج غلط. فساعتها بنقوم حاسبينها بطريقه تانية، ان احنا نقول ليفت ناقص رايت ونجمع هنا بره الليفت، ليفت زائد الفرق ما بين الليفت والرايت على الاثنين. دي بتبقى طريقه تانية لحساب الميد، ولكن هنبسطها هنا شويه ونخليها بالطريقه دي زي ما احنا ماشيين. لان هنا لو جينا نبص النمز اوف اي الدوت لينث قصدي، لو جينا نبص هنا النمز دوت لينث اخر حاجه ليها 5000، فعمرها ما هتعمل لي اوفر فلو. فالاستخدام هنا يعني سيف، ما فيهوش اي مشاكل. استخدام الالجوريثم دي هنا امان، ما فيهوش مشاكل. بعد كده هنشوف لو النمز اوف الميد، النمز اوف الاندكس اللي احنا حسبناه ده بيساوي التارجت ولا لا. لو ساوي التارجت تمام رجع لي الميد. طب لو ما سواهوش ممكن حاجه تانية، لو النمز اوف الليفت اقل من او يساوي الميد. يعني ايه؟ يعني النمز اوف الليفت اللي هو الاليمنت اللي على شمال الميد، الميد ده المفروض اندكس في النص والليفت ده على شماله، فلو على اللي على الشمال اقل من او يساوي اللي على يمينه اللي هو اللي في النص على طول. في الطبيعي بنعملها ايه؟ في الطبيعي احنا بنكون ماشيين الالجوريثم بطريقه مختلفه عندي شويه. ممكن نبص كده على بروبلم انا حليتها بعد دي، عامل فيها باينري سيرش برضو اهي. احنا بنقارن فيها النمز اوف ميد مع التارجت، لكن في البروبلم اللي احنا شغالين عليها دي احنا بنقارن النمز اوف الليفت مع النمز اوف الميد، مالناش دعوه بالتارجت دلوقتي. احنا عايزين نشوف ترتيبه العناصر نفسها ماشيه ازاي، لان هو بيقول لي انها روتيت، فبالتالي لازم اشوف الدنيا ماشيه ازاي. لو اللي على الشمال اقل من او يساوي اللي في النص فهنشوف التارجت ما بينهم ولا لا. يعني التارجت النمز اوف الليفت اقل من او يساوي التارجت، اند التارجت اقل من او يساوي النمز اوف ميد، ما بينهم اقل من او يساوي النمز اوف ميد واكبر من او يساوي النمز اوف الليفت. لو دي اتحققت فده معناها ان التارجت ما بينهم، فهجيب الرايت هيكون بميد -1. هصغر الرينج بتاعي بحيث يكون الرايت بدل ما هو في الاخر خالص، لا هقول له الرايت هيساوي الميد -1. طب إلس ما دام التارجت مش في الرينج ده يبقى هيكون في الرينج البراني، يبقى هيكون في الرينج اللي بره ده اللي هو ما بين نمز اوف ميد ونمز اوف الرايت. فساعتها اخلي الليفت بتساوي ميد زائد 1. لو جينا نفترض ان ده مثلا الرينج اللي انا شغال عليه، انا بقول له في الاول النمز اوف ميد ايكوال التارجت. يعني لو ده اللي هو الميد هنفترض ان ده الليفت وده الرايت وده الميد، لو الميد ده بيساوي التارجت رجع لي الميد، نمز اوف ميد بيساوي التارجت رجع لي الميد، لان دول
كلهم اديسيز عشان بس ما نتلخبطش في الحته دي. لو النمز اوف ليفت اقل من او يساوي النمز اوف الميد، يعني اللي على الشمال ده اقل من او يساوي اللي في النص، ان زي ما قلنا من شويه ممكن يحصل روتيشن، فالروتيشن ده هيغير لي في ترتيبه العناصر شويه، ممكن اللي في النص يكون اصغر من اللي على الليفت، فساعتها لازم اخد بالي من الحته دي. الكونديشن دي هتعرفني ان لو ده اصغر من او يساوي ده، فساعتها نشوف التارجت ما بينهم ولا لا. التارجت ما بينهم ازاي؟ التارجت اكبر من او يساوي النمز اوف ليفت، او النمز اوف ليفت اقل من او يساوي التارجت، يعني التارجت مثلا هنا والتارجت اقل من او يساوي النمز اوف ميد. لو التارجت مثلا في الحته دي كده ما بين الرينج ده، لان ده الليفت وده الميد، فساعتها خلي الرايت اللي هو هنا بميد ناقص واحد، يعني خلي الرايت بدل ما هو على اليمين خالص كده خليه هنا قبل الميد بواحد، فساعتها احنا كده مخليين رينج البحث بتاعنا يصغر بحيث نلاقي الاليمنت بعد كده. طب لو دي ما اتحققتش، ده معناها ان التارجت هنا ما بين الرايت والميد، فساعتها نخلي الليفت بميد زائد واحد، يعني نخلي الليفت بدل ما هو هنا يعني نخليه هنا، ويبقى رينج البحث بتاعنا كده، فاحنا صغرنا الويندو بتاعت البحث بتاعتنا. طيب لو دي ما اتحققتش، لو دي ما اتحققتش، ده معناها ان الويندو بتاعت السيرش بتاعتنا هتكون هنا. طيب هنشوف التارجت جوه الرينج ده ولا لا. نمز اوف ليفت، نمز اوف الميد، نمز اوف ميد اقل من او يساوي التارجت، يعني التارجت هنا اكبر من او يساوي النمز اوف ميد واقل من او يساوي النمز اوف الرايت، وهو في الحته دي خلي الليفت يساوي ميد زائد واحد زي ما عملنا هنا. ما دام هو في الرينج ده فخلاص صغر الويندو بتاعت السيرش وخلي الليفت هنا بدل ما هو هناك خالص خليه هنا. طب لو مش في الرينج ده، معناها انه في الرينج ده، فخلي الرايت بيساوي ميد ناقص واحد، يعني بدل ما الرايت هنا خليه هنا. بس هي دي كل الالجوريثم. وبعد كل ده لو خرجنا بره الكونديشن، طبعا الكونديشن بتاعتنا ان الليفت اقل من او يساوي الرايت، فطول ما هم الليفت اقل من او يساوي الرايت فساعتها افضل مكمل، لو اتكسرت فساعتها اخرج. لو خرجنا بره الوايل بدون ريتيرن، ده معناها انه ما لقاش الميد او ما لقاش التارجت، فساعتها نرجع له سالب واحد. سالب واحد دي معناها ان الاليمنت اللي بندور عليه ما لقيناه. وبس كده، نجرب نعمل سبميت بيتس 100%. بس كده، شكرا.